ناس كتير فاكرة ان الاونلاين بيزنس للناس اللي مش لاقية شغل او بتدور على حاجة مؤقتة جنب شغلها. بس لما تشوف مهندس اي تي ناجح، مجاله قوي، وظيفة مستقرة، لازم تسأل نفسك هو شاف ايه احنا مش شايفين. النهاردة معانا مينا، مهندس اي تي. اهلا وسهلا بيك يا مينا. اهلا بيك يا ريهام، اهلا بيك يا صلاح. مينا نورتنا. عرف نفسك وشغلك ايه وبقالك قد ايه في المجال ده؟ انا اسمي مينا نصيف، انا مهندس اتصالات اصلا من مصر، وجيت امريكا هنا في 2015 ولسه شغال في وظيفتي كمهندس اي تي، وحاليا في الاونلاين بزنس. طيب بما انك مهندس اي تي ومجالك قوي ومستقر ما شاء الله ليه فكرت تدخل البيزنس ده؟ شفت ايه محتاجه من الاونلاين بيزنس؟ اللي خلاني ادور على الاونلاين بزنس، اولا ما كنتش بدور على البيزنس ده بالذات. انا كنت بدور في البدايه على سايد انكم، يعني حاجه تساعدني كبلان بي، كبارت تايم، اني انا شغال شغلانه كويسه. بس طبعا انت عارف المصاريف هنا عامله ازاي، والمورجج والبيلز والكريدت كاردز، فطبعا المرتب بيخلص على طول. فكنت في البداية بدور على حاجة تبقى بتساعد شوية في المصاريف وتساعد شوية في الانكم، وفي نفس الوقت لو لقيت حاجة كويسة كانت تبقى تعوض الوقت اللي أنا بقضيه في المواصلات. يعني أنا دايما بروح مكان شغل بيبعد عن بيتي حوالي 55 مايل، فده في الترافيك حوالي ساعة ونص مثلا، ساعتين، فطبعا بيضيع 3/4 الوقت. فقولي 4 ساعات مثلا بس في الترافيك رايح جاي، بلس 8-9 ساعات هناك شغل، فاليوم بيخلص بالظبط. فبرجع ما فيش طاقة، ما فيش وقت، البنات عندي ما فيش وقت ان انا اعمل اي حاجة، فالواحد دوامة بقى ما بتخلصش. فهو ده البداية اللي خلاني ادور على الاونلاين بزنس. تمام، يعني الموضوع انا شايف انك مش محتاج شغل تاني، انت كده محتاج توسع دايرة دخلك وامانك. بالظبط، تمام. اللي خلاني ابدأ بقى ادور في الاونلاين بزنس ده بالذات ان انا بدأت كذا حاجة في الاول. يعني جربت الدروب شيبينج، جربت ان انا اعمل اكاونتس اونلاين على سواء امازون، الحاجات دي طبعا ده بيكزهوست تايم ومجهود غير عادي. بعكس الناس ما يفكر، يعني الناس بتفكر مثلا دروب شيبينج وهجيب حاجه من الصين ولا من علي اكسبريس ولا حاجات وابيعها في امازون وخلاص والموضوع خلص على كده. ده اللي ظاهر بس من بره. بس اللي الناس ما تعرفوش، اولا بيبقى فيه لازم تبني سيرفرات كتيره انت، ولازم تلينك السبلاير اللي هتلاقيه من الصين مع امازون، عشان لما انا كمستهلك ادوس على اللينك ده اعرف اشتري. الموضوع مجهد ومكلف جدا. بالظبط، فالموضوع مكلف جدا، وفي نفس الوقت ما بتلاقيش السبورت الكافي. يعني انت كل حاجه بتعملها on your own from scratch. بتبني انت السيرفر بتاعك، بتتواصل مع السبلاير، بتتواصل مع امازون او اي باي وخلافه، وتبدا بقى تلنك الحاجات دي كلها مع بعض عشان يبقى انتجريتد وشغال. مجهود فظيع. ولو حاجه ما اشتغلتش بقى تحاولي توصلي للسبورت هنا، والسبورت هنا يقول لك ده مش عندي، ده عند السبلاير، ده عند السيرفر، فالموضوع بياخد كتير جدا. ولو افترضنا ان احنا كل ده ماشي وعدينا بكل المراحل دي واشتغل الحمد لله، نيجي بقى المشكله الكبيره، ان انا عشان انا يبقى المنتج بتاعي باين لازم ادفع فلوس كتيره جدا مانثلي لامازون، لان انت واحد لسه بادئ امبارح، فانت اسمك بالرصاص. ايه اللي هيخلي امازون يحط البرودكت بتاعك عشان تبان للناس؟ في الاول لازم ادفع فلوس كتير، لان واحد مثلا بقاله سنين مع امازون، فطبعا عنده ريفيوز كتيره وعنده سيلز كتير جدا، وعنده مصداقيه في الناس اللي امازون وثقت فيه وعملت له جود ريفيوز، فبالتالي هو اولى منك. انت لسه امازون ما عرفكش، فما عندوش التراست ان هو يرفعك فوق. عشان تعمل الحكايه دي لازم تدفع مانثلي فيز، بيبقى من 5 ل 10,000 دولار عشان مع كل صفحه، مش 5,000. يعني اول ما تبدا مثلا تبقى في بيج 20 مثلا، فكل ما تعوز تطلع ادفع بقى، فطبعا تكلفه فظيعه جدا. على فكره احنا جربنا الدروب شيبينج في الاول، بس ما كناش نتخيل ان في التفاصيل دي. يعني هو من بره ظهر انه سهل جدا جدا وسهل وموضوع بسيط جدا والبيزنس سهل بتاعه، بس ما كانش باين لنا التفاصيل دي. ده للاسف يعني. طيب خلينا في البيزنس بتاعنا. انا عايزه اسالك سؤال ناس كتير بيدور في دماغك. انت اول ما سمعت عن البيزنس ده كان في شكوك بتدور في دماغك؟ طبعا. كنت خايف؟ طبعا كنت خايف، وكنت فاكر زي معظم الناس بتبقى فاكره ان ده سكام في الاول. وده انا احب اطمن الناس طبعا عليه، لان ده شعور طبيعي لاي حد بيبدا على حاجه جديده،
خاصه مع حد ما يعرفوش. لكن مع الوقت الواحد بيبدا يتعلم اكتر وبيبدا يتواصل مع الناس اكتر، فبيبدا يعرف يميز ان ده شخص حقيقي ولا ده سكامر، فتبدا يبني ثقه شويه. فبالتالي تلاقي اسئلتك بتتجاوب. يعني انا في سؤال مثلا مش فاهمه او مش واضح بالنسبه لي، فبسال الشخص بلاقيه بيرد عليا، فده اكيد مش روبوت مش سكام. فالواحد بيطمن مع الوقت. لا وكمان دايما في الميتنج عامه بيقولوا لنا حاولوا تردوا على الناس بفويس، بالظبط، باكدوا للناس ان انتوا حقيقيين، احنا فعلا حقيقيين يا جماعه، موجودين اهو يا جماعه. على فكره صلاح وريهام جايين من نورث كاليفورنيا وانا في ساوث كاليفورنيا، يعني بينا بتاع 8 ساعات 9 ساعات سواقه تقريبا. فبس مع ذلك مع اننا في اونلاين بزنس بس اتقابلنا، فدي فرصه كويسه جدا. يعني احنا اصلا جايين لسبب ما، حاجه تبع عائلتنا، بس لقيناها فرصه. ايه ده، في حد من البيزنس تبعنا هنا ومينا مش اي حد، فقلنا لا دي فرصه ان احنا لازم نعمل حاجه. طيب ايه اول خطوه خدتها اول ما سمعت عن الاونلاين بزنس بتاعك؟ اول خطوه ان انا بعت الايميل بتاعي للناس اللي انا شفت الاعلان بتاعهم. لان في خطوه مهمه لازم تتعمل، ان انا في حاجه اسمها فري ويبينار لازم اشوفها الاول. وده كانترودكشن عن البيزنس، طبعا مش بيحكي كل حاجه عن البيزنس بس كانترودكشن عشان انت لسه واحد على البر، فتبدا تشوف اذا كان الموضوع ده مناسب ليك في البدايه ولا لا. فببدا اديله الايميل بتاعي، بيجي لي الايميلات وبيجي لي الويبينار والحاجات دي اتفرج عليها، وبعد كده لما احس ان فرصه اوكي بالنسبه لي او مرتاح لها ببدا اتواصل معاهم بقى اسالهم ايه النكست ستيبس، وبيساعدوني بقى نمشي في الخطوات ستيب باي ستيب يعني. طيب وهل بقى البيزنس ليه موديل او ليه نموذج بنمشي عليه، في نموذج معين او ستيب معينه انت لازم تمشي فيها بعد الويبينار؟ هو طبعا بعد الويبينار بيبقى في خطوه مهمه جدا، حاجه اسمها الممبرشيب فيز. والممبرشيب فيز دي تعتبر انا بسميها يعني دراسه الجدوى للمشروع. بيشرح لك كل حاجه عن البيزنس from A to Z ببرزنتيشنز معموله على ايد ناس خبره في الماركتينج وفي البيزنس موديل. يعني بيساعدوك تفهم كل حاجه عن البيزنس ستراكشر في كل جوانبه، ازاي بتبدا، ازاي بتستارت اب كبادجت، ازاي بتكسب ككوميشن. فكل ده بيحصل بعمليه بسيطه جدا، بتدفع 149 one time payment دي valid for 1 month. فلو انا اتفرجت على الفيديوهات دي وحسيت ان انا مش مناسبه ليا لاي سبب، بطلب ان الفلوس دي ترجع لي باك، فخلاص بنعمل لك ريفند بيها وبتاخدها باك. تمام. انا دلوقتي هستفاد ايه لما ادفع $149؟ بتستفاد ان انت بيجي لك اكسس للفيديوهات دي، وعاملين خطوه $149 لان انت عارف احنا في اونلاين سبيس. تمام. فمش كل الناس اللي بتشوف الاعلانات تبقى انترست انها تدفع. فبتبقى كنوع من الفلتريشن، ان انا لو انت حد جد وعايز تعمل بيزنس فعلا هتقول هدفع $149 مش بيج ديل. لكن لو انت حد داخل بتتسلى او عايز تعرف كل حاجه من غير كفضول بيعملوا ايه الناس دي، فتيجي تقول له ادفع $149 مش هيدفع. وفي نفس الوقت عشان انا كمان اعرف اديلك من وقتي، يعني انت لا انت عايز تضيع وقتك ولا انا عايز اضيع وقت وانت اصلا مش انترستد او مش عايز تبدا في البيزنس. فليه انا هقعد ادي في وقتي واقعد اجاوبك في اسئله وانت الموضوع اصلا مش في دماغك. فالخطوه دي بتاعت $149 بس عشان تفلتر الناس الجادين من الناس اللي حابين بس يعرفوا حب استطلاع، وفي نفس الوقت بيجي لك بيها حاجات بنفيتس بعد كده لو انت قررت تبدا. على سبيل المثال زي ايه مثلا؟ بيجي لك بتبني لك ويب سايت باسمك، دومين يعني، وبنسميه سيلز فانل. بيتبعت لك ايميلز كامبينز اون يور بيهاف كماركتنج ايميلز الناس بتعرفها اكتر عن البيزنس. فبيبقى في تولز كتيره انت بتستفيد بيها لما بتدفع $149 دي، مش هتروح عليك فور نو ريزون، يعني هي ليها بنفيتس كتيره قوي. تمام. طب بما انك مهندس اي تي، هل عشان ابدا المجال ده محتاج ان ابقى بروفيشنال عشان ابدا الاونلاين بزنس؟ لا خالص. انت المجال او البيزنس عامه بيخاطب كل فئات الناس بغض النظر ايه الباك جراوند بتاعهم. يعني لو انت مهندس زي حالاتي، لو انت مدرس، لو انت خريج هاي سكول، ما تفرقش خالص. لان البيزنس لما بتستارت بتاخد اكسس للتريننج موديل. الموديل ده بيبقى ستيب باي ستيب سيلف بيزد تريننج، يعني انت بتتفرج على الفيديوهات دي خطوه بخطوه من اول فيري بيسك، يعني ازاي اعمل ايميل على جيميل مثلا، او ازاي اعمل فيسبوك اكاونت، فيسبوك بيج. كل الحاجات دي بتمشي معاك ستيب باي ستيب
لكن مش هقولك مثلا انت بدات البيزنس جود لك بقى انطلق انت مع نفسك وفيجر اوت everything. لا، انت بتمشي كل حاجه خطوه بخطوه، فبالتالي انت بتلاقي السبورت وبتلاقي الدعم انك ازاي تمشي في الخطوات دي. فمش مطالب منك خالص اي حاجه تكنيكال باك جراوند او تكنيكال سكيلز غير بيسك انفورميشن عن الكمبيوتر، ازاي افتح براوزر، ازاي اقفله، ازاي يوز الماوس، بس. لكن غير كده مفيش. طيب انت اول نتيجة جات لك امتى، او امتى حسيت ان انت بادئ تشوف نتيجة لشغلك الاونلاين ده؟ اول نتيجه لما بدات خلصت طبعا فتره التريننج، والتريننج ده مالوش ديدلاين معين، يعني كل واحد حسب البيس بتاعه، حسب وقته، حسب انا واحد مثلا شغال فول تايم فمش عندي غير ساعه ساعتين في اليوم اركز فيهم في التريننج. فلما بخلص التريننج وابدا اعمل اعلانات، من هنا ببدا اشوف الريزلتس بتيجي. تمام. هل انا محتاج ان انا اسيب شغلي لما ابدا البيزنس دوت؟ وهل حد قال لك ان انت ممكن تسيب الهندسه؟ انا لسه في شغلي عادي. لا، هو محدش بيقول لحد خالص سيب شغلك، وبالذات في البدايه، لان زي ما احنا عارفين اي بيزنس في الدنيا بيبدا ستيب باي ستيب. ما لو هتعمل تفتح مطعم، لو هتفتح محل، مش من داي 1 هتلاقي بتحقق ارباح وبتلاقي زباين جايه لك مثلا في المحل ده. فالبيزنس اونلاين نفس القصه، انت مش من داي 1 هتلاقي جود ريزلتس. فبالتالي ما ينفعش اسيب شغلي في البدايه واتفرغ البيزنس، انا لسه ما عنديش ريزلتس اقدر اعتمد عليها تغطي لي مصاريفي. لكن ده بيجي مع الوقت، يعني مع الوقت لما يبدا ريزلتس تبدا تيجي، ساعتها انا اقدر اقول وقايم الموقف. يعني انا مثلا الانكم اللي بيجي لي من بيزنس ايكويفالنت مثلا اللي بيجي لي دلوقتي، ساعتها ممكن افكر ان انا اسيب. وفي امثله كتيره جدا معانا في البيزنس، في ناس فعلا صحابنا عملوا كده. انا الكوتشز بتوعي سابوا الاشغال بتاعتهم ومتفرغين. كانوا صيادله بالظبط. هما الاثنين كانوا صيادله وسابوا اشغالهم ومتفرغين تماما للبيزنس دلوقتي. فلو البيزنس ده مش هيقدر يفتح بيت، مش هيقدر يخليهم يعتمدوا عليه، كان زمانهم بايتين في الشارع دلوقتي. ايوه، وكانوا هيسيبوا شغلهم بالزبط. ان هم ياخدوا قرار انهم يسيبوا مهنتهم. انا شايفه انها ما شاء الله هي كويسه هنا، وان هم يسيبوها، لا هم اكيد شافوا بديل افضل. بالظبط. طيب ايه اكتر حاجه حسيت انها اتغيرت في حياتك بعد الاونلاين بيزنس؟ البيزنس مش بس بيدي يعني جايدز كناحيه عمليه، ازاي الواحد مثلا يعمل اعلان، ازاي الواحد يعمل ويب سايت، الكلام ده كله ده اوكي، بس مع الناحيه التانية بيغير المايند سيت نفسه بتاع الواحد، ازاي يفكر بطريقه مختلفه عن الطريقه التقليديه الروتينيه اللي ما بتتغيرش طول عمرك دي. فبيطور مهارات الواحد اوفر تايم، وده بيجي طبعا من خلال الميتينجز اللي بنحضرها ويكلي، وساعات بيبقى باي ويكلي وفي مانثلي. فبنحضر ميتينجز دي من مصادر مختلفه، فكله بيقدم الدعم ده وبيقدم السبورت ده. فبالتالي الواحد بيتملي طول ما انت موجود في الرحله، انت بتتملي. you never reach to a point ان تقول انا خلاص كده تمام مش محتاج حاجه تاني. كل يوم بتتعلم حاجه جديده. لا، وعارف الجميل اللي لاحظته ايه؟ ان انت في الميتينجز اصلا محدش بيبخل على حد باي حاجه، وبتلاقي في معلومات خارجيه حتى بره البيزنس بتاعنا. بالظبط. يا جماعه ده في كورس حلو قوي لاحمد عماره، ما هو انت هتغير المايند سيت بتاعك. بالزبط. الناس بتحب انها تفيد اللي حواليها. بالزبط. وبتلاقي نفسك حد يقول لك شفتوا قريتوا الكتاب الفلاني، الكتاب ده حلو قوي، هيساعدك ان انت تغير حياتك. هو بعيد عن البيزنس، بس هو فعلا بيغير في حياتنا احنا فللافضل بكثير. احنا شفنا ده بعينينا. يعني صلاح مثلا كنا دايما احاول معاه اقول له اقرا في علم النفس، شوف مثلا الحاجات اللي هي الموتيفيشن، الحاجات دي كان ما بيقراش فيها. دلوقتي انا لقيته اتسحب لوحده ليها، وهو يقول لي تصدقي انت كان عندك حق، ده الحاجات دي فظيعه حلوه قوي. يعني فعلا فرقت معايا طبعا. يعني هي مش كلام. يعني في ناس بيقولوا لنا احنا شفنا البيزنس بتاعكم بس تحفيزي. لا، ما هو التحفيزي ده هو اللي بيخليك تغير روتينك، وبيخليك ان انت اصلا تطلع الحلو اللي فيك، ويبقى عندك باور فعلا ان انت تكمل في البيزنس وتبني فيه. بالظبط. وبرضو يعني لو زي ما انت بتقولي، لو ما فيش الكوميونتي دي، ما حدش هيساعد حد. يعني اقول انا قريت كتاب عجبني، خلاص هحتفظ بيه لنفسي. حضرت ريتريت ولا مؤتمر لحد معين زي دكتور احمد عماره ولا حاجه، خلاص انا تمام، انا حضرت واستفدت بيه وخلاص. يعني انا متهيألي ان الناس مش بتبخل بحاجه. ليه؟ لان احنا ما عندناش حته ان حد هيعلى على حد فانا هكسب وانت مش هتكسب. لا، هو كل انا دي. ايوه، ما فيش الحته دي فعلا. يس، فده جمال البيزنس بتاعنا. طيب السؤال اللي بيجي في دماغ اي حد بيبدا الاونلاين بيزنس،
هل الاونلاين بيزنس ده هرمي؟ وايه الفرق بينه وبين البيراميد سكيم او البيزنس الهرمي؟ انا السؤال ده تسالني اكتر من اسمي الحقيقه. ايوه الناس كلها متخيله ده. هو انا دايما بتسال السؤال ده لان لو في ناس ما تعرفش، انا كنت اصلا زمان وانا في مصر كنت في البيراميد سكيم في شركه اسمها كيونت، دي طبعا غنيه عن التعريف لكتير قوي من الناس. وطبعا زي ما الناس عارفين دي كانت نصبايه كبيره ويعني هي موجوده ستيل في بعض الدول، بس الناس اللي دخلت جواها وعرفتها كويس تعرف كويس قوي الكلام اللي انا بقوله. فلو حبيت ادي شويه امثله او اختلافات بين البيزنس بتاعنا وبين البيراميد سكيم بقى ان جنرال، مش هنخصص شركات معينه لان في كذا شركه بتبقى تحت المظله دي. اول حاجه البيراميد سكيم بيبقى illegal. احنا البيزنس بتاعنا قانوني 100%، والدليل ان هو بيجي لك لو انت في كندا T4A فورم، لو انت في امريكا بيجي لك 1099 فورم، ودي طبعا الفورم بتاعت الضرايب اللي هي بتاخدها للمحاسب القانوني بتاعك وبتقري بيها الضرايب في اخر السنه. فلو انا شغال في حاجه illegal اكيد مش هيجي لي ورقه قانونيه زي دي واروح للحكومه انا عايز افايل الضرايب بتاعتي. تمام. فده اول اختلاف. تاني اختلاف ان في البيراميد سكيم انا اللي لازم اروح للناس وانا لازم اقنعهم ان هم يخشوا ويجوين معايا البيزنس واكلم بقى اصحابي ومعارفي وقرايبي وتعالوا ابداوا واقعد ازن على واحد عشان يبدا يخش معايا. أيوة. هنا ما فيش الكلام ده خالص. احنا هنا كل اللي بنعمله بنتعلم حاجه اسمها اتراكشن ماركتنج على اعلانات على السوشيال ميديا. فالناس اللي بتشوف الاعلان بتاعك هي اللي بتتواصل معاك، وفي منهم اللي هياخد الموضوع بجديه وهيبدا ياخد خطوات جد ويبدا يتعرف اكتر، وفي ناس اللي مش هتاخد خطوات. فده ذاتس فاين برضه، لان احنا مش بنبوش حد ومش بنقنع حد ان هم يبداوا. احنا كل عندنا ان احنا بنعرف الناس الطريق، يعني زي ما تقول ايه في باب مقفول واحنا نفتحه ونقول للناس اتفضلوا من هنا. تمام. فبنسيب المجال الناس هي اللي تقرر وهي اللي تقول انا عايزه ابدا ولا لا. بالظبط. فاحنا بنسيب القرار للناس، مش بنضغط على حد، مش بنزن على حد ان هو يبدا. تمام. فده تاني اختلاف. ثالث اختلاف ان البيراميد سكيم دايما لو احنا عارفين شكل الهرم كده الشجره، فلازم يبقى عندي ناس يمين وناس شمال، ويبقى بالانسد. المجموعه اللي في الناحيه اليمين لازم يقدم مجموعه الناحيه الشمال عشان اخد كوميشن. فطبعا الموضوع ده هيدك جدا، لان لو عندي جبت ناس مثلا والناس هنا شغاله كويس والناحيه الثانيه كسلانين، انا مش هاخد كوميشن غير على قد الناس اللي شغاله في الناحيتين. فلو عندي ناحيه فيها 100 وناحيه فيها 20 هاخد لغايه ال20 واقف، مع ان دول شغالين وبيكبروا بس ما فيش حد قدامهم الناحيه الثانيه، ومجهود كله بيروح للي فوق. طبعا ده لسه هاجي له في النقطه اللي جايه. بس في البيزنس عندنا احنا لا، انت كل واحد بيجوين بيطلع لك منه الكوميشن على طول رايت اواي، ما فيش بقى يمين وفيش شمال. وانت بدات معايا البيزنس مثلا وانت كسلان مش عايز، ذاتس فاين، غيرك شغال باخد كوميشن منه وهكذا. فطبعا بس احنا بنحب الناس كلها تشتغل عشان تنجح. على فكرة عايزة أقول لك حاجة في النقطة دي. إحنا لما بدأنا قعدنا فترة ما بناخدش التريننج. الكوتش اللي فوقي المنتور بتاعنا هو الكوتش كمان بتاعنا، عمره ما فكر يتصل بينا مثلا يقول لنا يلا خلصوا أو يلا اعملوا. لا بالعكس، هو بيقول لنا مثلا لو حابين أساعدكم في حاجة اتس اوكي، لكن ما بيبوش، مش بيعمل لنا بوش ان انت او ستريس ان انت لازم تخلص عشان هو مستني حاجة مننا. لا، هو اوريدي عرفنا طريقنا، خلاص احنا محتاجين مساعده هنلجأ له، محتاجين نسأل في حاجه، مفيش ضغط اعصاب. انت انا فاكره كويس جدا ان في الهرمي كان ابن خالتي فيه، كان دايما هو عمال يبوش فينا احنا كفاميلي. طب خشوا، طب بصوا الاسبوع بتعمل ايه، طب مالناش دعوه بالكلام ده. بس فعلا الموضوع كان مهلك بوشي، وفي نفس الوقت بيبقى متعب للاعصاب جدا. المعارف اللي حواليا كمان. اما دي حاجه مهمه جدا، ان انا لما ببدا البيزنس ده زي مثلا في البيراميد سكيم، صلاح بدا معايا عشان هو واثق فيا، او احنا اصحاب بقالنا مثلا زمن، فخلاص هو قلت له تعالى انا في بيزنس كويس وبيجيب فلوس فوثق فيا وبدا. مع الوقت لما يكتشف ان دي كانت نصبايه كبيره مثلا، خلاص الثقه دي اتقطعت. بالظبط، الثقه دي خلاص وقعت، اتهدمت. ليه؟ لان هو هيجي يعاتبني، انا بدات البيزنس ده عشان انت قلت لي ابدا. ممكن يكون هو مثلا ما درسوش كويس، بس هو بدا عشان هو واثق فيا. فده بيخسر الناس العلاقات الكتيره الاجتماعيات دي، ناس كتير قوي من بعض.
بعكس البيزنس عندنا احنا بندي كل السبورت الموجود، وبتعرف انت كل حاجه من البدايه، بحيث انت اللي بتقرر اذا كنت انت عايز تبدا ولا لا. فلو انت قلت لا انا مش عايز ابدا البيزنس ده، مش هو اللي كان في دماغي، مش مناسب ليا، ذاتس فاين، انت لسه على البر، فانت ما بداتش حاجه. بس كل الفكره ان احنا بنعرفك الطرق. واخر حاجه عايز اقولها في الاختلافات بين البيراميد سكيم والبيزنس موديل بتاعنا، ان دايما البيراميد سكيم الكوميشن بيتوزع من فوق لتحت، فدايما اللي فوقيك هياخد اعلى منك نو ماتر وات، وعمرك ما هتكبر عن اللي فوقيك. تمام، فدي نقطه مهمه. البيزنس عندنا بقى انت الكوميشن بيبدا بيك انت بطريقه معينه محسوبه وغدا بيها براءه اختراع، لو فاضل حاجه بيطلع للي فوقيك بنسبه معينه وبطريقه معينه. فممكن مع الوقت انت نفسك تقدر تاخد كوميشن اكتر من الناس اللي بدات معاك البيزنس اللي هي الناس اللي فوقيك، فبالتالي انت بتاخد اكتر منهم مع الوقت. فده بتحصل كتير جدا، فمش لازم اللي فوقيه دايما هيفضل طول عمره فوقيه واللي فيه اعلى واعلى، لا، انت ممكن يفوت الايه تتعكس يعني. طيب خلينا بقى نسال اسئله كده الناس بتقعد تسالها. ناس كتير بيقعدوا عايزين يعرفوا ايه الشركه اللي انتوا شغالين معاها، يعني ايه، طب ايه اسم الشركه، طب الشركه بلدها فين، ايه البرودكت، ايه اللي انتوا بتعملوا له سيل. فممكن تجاوبنا على السؤال ده؟ هو في البدايه احنا لازم نعرف الناس ان احنا مش بنبيع برودكتس، احنا مش سيلز بيرسونز، احنا بنبروموت بزنس. شركه مش هتفيد في حاجه دلوقتي. ليه؟ لان احنا متعاقدين مع كذا شركه. تمام، فلو الموضوع ان انا ببيع منتج وخلاص، طب ما انا احط المنتج على الويب سايت بتاعي واقول لكم خشوا اشتروه، بقت زي وولمارت ولا امازون ولا حاجات من دي. احنا بنبيع مايند سيت كامل وبزنس اوبورتيونيتي كامل، فاللي هيمشي مع الشركه دي يمشي مع غيرها من الشركات. فمش هي شركه واحده ومش منتج واحد، هو احنا بنبيع سيستم كامل. هو ده اللي احنا البيزنس بتاعنا مبني عليه. فكل الخطوات ان ديتيلز بتعرفها اون تايم لما بتاخد الخطوات الجديه، لان طبعا انت من حقك تعرف كل المعلومات، بس لو انا قعدت اضيع في وقت كتير معاك من البدايه واقول لك ايه هي الشركات اللي بنتعامل معاها وايه هي المنتجات ودي كل واحده بتعمل ايه مميزات، اولا بنضيع وقت بعض احنا الاثنين، وكل ده مشروع ان ديتيلز اصلا في البري كوتشنج فيديوز. فاحنا الاثنين بنسيف تايم، وزي ما قلنا المعلومات دي كلها موجوده في الفيديوهات بتاعت الشخص بياخد الخطوه بتاعت $149. كل ده بتشرح بالتفصيل، فبالتالي انت سيفد وقت على نفسك، وقت عليا، وات ذا اند $149 دي ريفندبل خلال 30 يوم. لو انت غيرت رايك، حاسس الموضوع ده مش مناسب ليك، خلاص يو كان ريكويست ريفند خلال 30 يوم. بالظبط، انت دي دراسه جدوى، بتدرس المشروع خلال 30 يوم. انت لو واحد لسه بيقدم على كليه جديده او جامعه جديده، بيروح يقعد مع كونسلتنت عشان يشوف ايه المجال المناسب بالنسبه لي، وهعرف ايه المجال كل واحد هدرس فيه ايه فبيدرس الموضوع from A to Z، وبعد كده يقول انا عايز اتخصص في المجال ده. هي نفس القصه ببساطه. تمام، كنت عايز اسالك يا مينا، هل خدت وقت طويل لحد ما بدات الاونلاين بيزنس؟ وهل لو رجع بيك الزمن هتبدا بسرعه ولا هتاخد وقت تاني لحد ما تبدا البيزنس ده؟ سؤال حلو. بص، انا في البدايه زي معظم الناس طبعا كنت بسكيب الاعلانات لما اشوف حاجه بفتكر انه مثلا سكام وهكذا. فشفت بدايه كذا فيديو فعملت لهم سكيب وما خدتش خطوه. يعني في حد بس اتواصلت معاه فتره وبعت له الايميل وما خدتش الموضوع بجديه وما كملتش. فقعدت حوالي 5-6 شهور في الموضوع ده. انا كنت فاكر يا اما هم نصب يا اما هم كان بيراميد سكيم مثلا بسبب الباد اكسبيرينس اللي عندي بشكل جديد مثلا او نيو شيب يعني زي ما بنقول. تمام، فكان كل ده التخوف اللي جوايا ان انا اقول لا، كل ما اشوف اعلان زي ده دول ناس بيراميد سكيم او ناس بتنصب وهكذا. فلغايه ما في مره جيت شفت الاعلان اللي هم بتوع الناس اللي انا جويند البيزنس عن طريقهم. ناس بيتكلموا بطبيعيه وبتلقائيه جدا، وناس زينا كده ما عادي ما مش مصطنعين والكلام ده كله. فقلت طب واي نوت، خليني ادوس على الاعلان ده واشوف هم بيعملوا ايه. فطلبوا الايميل اللي بعت لهم الايميل، بدات شفت الويبينار، وبعدين حسيت يعني الموضوع ممكن يكون انترستد شويه بالنسبه لي. فقلت طب ايه النكست ستيب، عايز افهم اكتر عن البيزنس بتاعكم ده بيعمل ايه. فقالوا لي على الخطوه بتاعت الممبرشيب محتاج ادفع $149 وريفندبل خلال 30 يوم. فانا في البدايه برضو يعني خفت شويه يعني ناس ما اعرفهمش وبيطلبوا فلوس، بس انا قلت يعني بشوف اعلانات كتيره جدا، فاكيد مش كل الناس اللي بنشوفها على الميديا دي. بس عارف حاجه، انا لاحظت انها يعني انا طمنتنا لما جينا ندفع
ان انت بتدفع باي بال، دي يعني نقطة، انت مش مضطر ان انت تحط الكارد بتاعك، ودي حاجه لما جه صلاح بتطمن يقدم شويه. قلت اوكي اتس باي بال، يعني لو هي في مشكله حتى هم مش بيج ديل، وكمان انت تقدر ترجعهم اصلا. بالظبط. بس انا يعني قلت قبل ما اعرف ان في باي بال ككونسبت اصلا، انا قلت يعني طب $149 مش بيج ديل، لكن رحت مطعم فعلا. شيك شويه وقعوا من جيبي، يعني انا هستعوض ربنا فيهم لو الناس دي طلعت نصابه، فمش بيج ديل، ما خسرتش كتير زي ما تعورت قبل كده بالالافات يعني، فاهم؟ فقلت خلاص هدفع $149، هم بيقولوا هيرجعوا، بس لو ما رجعوش انا مش زعلان عليهم. فدفعت $149، ولما جيت ادفع طبعا لقيت زي ما انت تقولي في اوبشن اما كريدت كارد اما باي بال او كده، فدفعت الفلوس وبدات اتفرج على الفيديوهات. طبعا الموضوع كان completely different بالنسبه لي لما شفت الموضوع from inside from details، غير لي كل مفاهيمي عن اللي كانت في دماغي. طبعا عرفت يعني ان ده مش بيراميد سكيم طبعا بسبب الاختلافات اللي انا كنت قلتها من شويه. بدات بقى طب لا الموضوع ده في بوتنشال عالي. انت عارف انا قلت لصلاح ايه لما شفنا الفيديوهات؟ قلت له ده بيزنس حقيقي. قال لي امال انت كنت فاكره ايه؟ قلت له لا انا كنت فاكره انه حاجه هزار. فبس فخدت الخطوه وبدات. بس طبعا لو رجع بيا الزمن كنت اتمنى ابدا من دي 1 شفت الاعلان فيه، كنت يعني 6 شهور كانوا فرقوا معايا شويه، بس يعني كل حاجه بترتيب من عند ربنا والحمد لله ليها وقتها يعني، فالحمد لله. طيب لو حد بيسمع كلمه اونلاين بيزنس، دايما الناس زي ما قلنا بيجي في دماغهم انه سكام، وفي ناس بتخاف، تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم ان السكام موجود من بعض الناس وفي الاونلاين برضو. اهم حاجه انك تميز بين الناس، يعني دايما هتلاقي في الحاجات بتاعت السكام عامه بيبقى زي روبوت بيرد عليك. تحس ان مثلا لو طلبت من حد بعت له فويس نوت مثلا يرد عليك كتابه، ما يردش عليك فويس نوت، ما تحسش ان في حد بيتجاوب معاك كبيرسون يعني. وخاصة مش هتلاقيه ناس بتطلع بشكلها كده زينا موجودين بنتكلم وبنتقابل وبيحصل ميت ابس في اماكن مختلفة بنتقابل ان بيرسون. فطبعا لو كل ده سكام او مش موجود عمرنا ما هنعرف نتقابل، وعمرنا ما هنطلع بوشوشنا. ما احنا هنخاف مثلا لو بنعمل حاجة غلط بولادنا بالظبط. احنا لو بنعمل حاجة غلط هنخاف نطلع، هنعمل مثلا بوست صورة ولا كتابة ولا حاجة عشان محدش يعرفني. لكن لما نطلع بشكلنا وبنطلع بوشوشنا وبعائلاتنا، فده المفروض يطمن الناس شوية ان احنا ناس حقيقية يعني مش سكام. وقد ايه البيزنس ده كمان فرق في حياتنا وفرق في حياة ولادنا. بالظبط. انا عايزة اقول لك انه فرق في حياة ولادنا قوي. يعني انا عندي أسيل 12 سنة، بقيت تدخل تعمل البرزنتيشن بتاعة المدرسة بالكانفا وبالحاجات اللي احنا اتعلمناها. واو. يعني بقيت حتى المدرسة تقول لها واو، تقول لها انا شفت، وتقول لها انا حضرت ميتنج مع بابا وماما كذا. ففعلا الموضوع بيفرق في دماغهم، في تفكيرهم. هم بيشوفوكوا انتوا بتعملوا كده، شايفيننا بنحاول نبني حاجة، بنتعلم. انا أسيل بقت تقول لي انا مبسوطة بيكوا، انتوا بتتعلموا حاجات يعني صعبة مش سهلة، بس انتوا تعلمتوها وبتعملوها. ان احنا بنسافر اصلا بقى لينا كوميونيتي، بقى لينا ناس في الغربة. يعني احنا سافرنا ميشيغان واشتغلنا، وفي نفس الوقت الولاد معانا وبيهافوا فان وتفسحوا. احنا عمرنا ما كنا مثلا هنتقابل لو احنا ما كناش في البيزنس ده يعني. أيوة. احنا تقابلنا مع بعض في ميشيغان قبل كده، وتقابلنا هو النهارده تاني في كاليفورنيا. يعني لو ما كانش باذن الله موجود ما كناش الا هجيب النورث للساوث يعني، فما كناش عمرنا نتقابل اخر يعني. مره باذن الله يعني. انا شايف ان اهم رساله من الحلقه دي ان الامان الحقيقي مش يبقى عندك وظيفه، الامان ان يبقى عندك مصدر دخل تاني، وانك محتاج تبني حاجه بايدك مش مستني ترقيها لحد. كنا عايزين نسال مينا اللي خايف يبدا اونلاين بيزنس تنصحه بايه؟ احب الاول اقول للناس ان مش عيب انك تبقى خايف، بالذات لما تبقى حاجه جديده عليك. المهم انك تاخد خطوه انك تدرس. يعني دايما احنا الناس تفكر out of the box. لو انا هفضل زي ما انا في وظيفتي التقليديه اللي انا فيها every day، عمري ما هتغير وعمري ما هطلع بره الوظيفه الروتينيه دي لغايه ما اطلع معاش، لغايه ما ربنا يتوفاني. لكن هفضل زي ما انا مش هتغير. فعشان اتغير لازم اطلع بره الصندوق شويه واخد خطوه واجرب. ما يعني هو حتى في الانجليزي يقول لك no risk no fun. فمش عيب ان انا اجرب، مش عيب ان انا اشوف ايه هو الموضوع ده ادرسه. وانت في الاول وفي الاخر انت صاحب قرارك. لا انا ولا صلاح ولا ريهام هنقول لك ابدا ولا ما تبداش. احنا هندي لك التولز والحاجات اللي تساعدك تاخد قرارك.
حبيت تخش تاخد قرارك، اهلا وسهلا، انك هتنضم للكوميونتي العملاقه بتاعتنا اللي بالالافات دلوقتي. مش حابب، انت على البر ما خسرتش حاجه، وجود لك في حاجه غيرها بس. فلكن تاخد خطوه وتبدا خطوات جديه وادرس، وبعد كده تيك يور ديسيجن. طيب نفهم من كده ان انت مش لازم تكون مهندس IT ناجح، ايا كانت وظيفتك انت تقدر ان انت تبدأ البيزنس ده معانا. لو انت بتفكر تبدا ما تستناش اللحظه المثاليه، لان اللحظه دي مش هتيجي خالص. ولو بتفكر تبدا بجديه ممكن تتواصل معنا وتبعت لنا اسمك وايميلك، واحنا هنساعدك انك تاخد خطوات خطوه بخطوه في وجود منتورنج وكوتشنج بروجرام وكوميونتي عملاقه هتساعدك تاخد خطوات جديه في اقرب وقت ممكن. وفي النهاية نحب نقول شكرا جدا يا مينا، اتبسطنا جدا ان احنا اتقابلنا، واتبسطنا جدا باللقاء ده معاك. ميرسي جدا يا ريهام، وانا جدا انبسطت جدا بوجودي معاكم، ونورتوا ساوث كاليفورنيا. ان شاء الله تتكرر تاني باذن الله. ثانك يو.